السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. شايفين بقى الطبق الحلو الجميل اللي قدام حضراتكم ده؟ يكفي من الحبايب 100. قد ايه سهل وبسيط ومكوناته بسيطة جدا، بتعمليه كده مرة واحدة لكن بيكفي عيلة. ان شاء الله كده تجربوه وينور رضاكم. هو ممكن تقولي عليه ممكن بريد، او ممكن تقولي يعني عليه خبز القرود. حاجة سهلة كده وحاجة ممتعة كده في اكلها وفي عمايلها. ان شاء الله ينور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا بقى نص كيلو من الدقيق، نزلت عليه برشة صغيرة من الملح، معلقة من الخميرة، نص كوباية كده من السكر او في حدود 3 معالق هرميين. نزلت كمان هنا بتلت كوباية من الزبدة السايحة، ممكن تستبدليها بزيت. نزلت هنا ببيضتين، ولو البيض كبير عندك استكفي ببيضة. هنزل بقى بكوباية الحليب تدريجيا. نزلت بقى بالفانيليا وبربع معلقة صغيرة من البودر، ورايحة أعجن كده ورايح اكمل الحليب. نزلت بيه تدريجيا، بس النص كيلو اخد معايا كوبايه الحليب، ممكن تستبدلي الحليب بميه. بعد ما عجنتها بالشكل ده غطيتها بقى ورايح اركنها. هبدا اعمل الغلاف اللي راح اغلب بيه الخبز ده. كوبايه من السكر، معلقتين من القرفه، رايح اقلبهم. ممكن تستخدمي سكر اكتر اقل على حسب كميه العجين اللي عندك. كمان عندي ربع كوبايه من الزبده الفكه بالشكل ده، دولت للتغطيه. هبدأ بقى أعمل الكراميل. على النار بقى رفعت كوباية من السكر، مش رايحة أجي يمها لحد ما تتكرمل وتاخد لون بالشكل ده. هبدأ بقى أقلبها. رفعت الكراميل من على النار علشان ما ياخدش لون أكتر من كده ويمرر مني. هنزل عليه في حدود مكعبين كده من الزبدة. أنا عندي الزبدة هنا فكة، فنزلت على الكراميل في حدود مكعبين من الزبدة المجمدة. هبدأ بقى أقلب بالشكل ده، وبعد كده نزلت بكوبايتين من الحليب، ضايفه لهم نص معلقة بمعلقة الأكل نشا، ومعلقة هرمية من الكريم شانتيه، وقلبتهم قبل ما أنزل بيهم على الكراميل. علشان الكراميل يبقى معايا متماسك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ويبقى كمان بديل للكريمة. بعد كده رايحة أسيبه يبرد، وهبدأ أقطع العجينة. قطعيها كور بأي طريقة. أنا بقى فردت بالشكل ده ورايحة أقطعها كده مكعبات صغيرة بطريقة عشوائية خالص، كبير صغير. عادي، هو بيبقى فيه الكبير وفيه الصغير. هبدأ بقى أكور المكعبات بالشكل ده زي ما تطلع. ده هيطلع معاكي مكعب كبير مكعب صغير، اتنين قد بعض، زي ما يطلع. قطعتهم كلك بنفس الطريقة. لما بقوا معايا بالشكل ده، هبدأ بقى أجيب الزبدة. هبدأ أحط الكور دي في الزبدة، ورايح أطلعها من الزبدة في الغلاف بتاعها اللي هو السكر بالقرفة. بعد كده بقى معايا هنا الصينية دي أنا لقيتها صغيرة، عملت البديل. جبت حلة من الألمونيا، دهنتها كده بالسمنة. بعد كده فردت فيها ورقة من الزبدة، وجبت كوباية عادية خالص دهنتها كده من بره بالزبدة. حطيتها كده في النُص علشان تدّيني شكل العمود اللي في النُص. بعد كده بقى رايحة أجيب الكراميل بعد ما بِرِد، هانزل في الحلة في حدود كوباية كده من صوص الكراميل، وهابدأ بقى أنزل بالخبز الرائع ده بطريقة عشوائية كده. بتلاقي فيه فراغات كده، الفراغات دي لمّا العجينة حجمها يتضاعف كُلّه راح يملى. طبعًا بعد ما خلّصت نُص الكمية، بدأت بقى أنزل عليها بمعلقتين كده من صوص الكراميل علشان كُلّه يبقى متطعّم بنفس الطعم. بعد كده بقى كمّلت كمية الخبز كُلّها، وضِفت على الوش كده معلقتين من صوص الكراميل. بعد كده بقى رايحة أغطّيها بكيس بستريتش، بس غطّيها وسيبيها تتضاعف كده مش أقل من نُص ساعة. طبعًا بعد ما سِبتها تضاعفت بالشكل ده، أنا في الوقت ده بقى مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180. بتدخّليها بقى على حسب درجة حرارة فرنِك، مش أقل من 35 دقيقة. بتعرفي بقى إن هي استوت إزاي لمّا تلاقيها احمرِّت كده من فوق بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، وبتلاقي كده الجوانب فصلت عن الحلة. تعرفي كده إن هي استوت. في الوقت ده بقى بتخرّجيها. قبل ما بتبرد بقى بتطلّعي منها الكوباية، علشان إحنا دهنينها سمنة بتطلع بكل سهولة.
بعد ما بتخرّجي منها الكوباية في طبق التقديم بقى على طول كده وهي لسه سخنة، بتبدئي تقلبيها. بعد بقى ما بتقلبيها بتبدئي بقى ترفعي الحلة، بتبدئي تشيلي ورق الزبدة بالشكل ده، بيساعدِك طبعًا على إنها تنزل معاكِ من الحلة بكل سهولة. بتبدئي بقى تضيفي لها المكسرات وتضيفي لها صوص الكراميل الباقي. سخّنيه كده وضيفيه لها، حاباه يكون تخين زي ما هو ما تسخّنيهوش. بتقدّميها بالشكل الجميل ده. طعمها رائع جدًا وريحتها جميلة جدًا. بتتقدّم سخنة، لو لقيتيها بردت منِّك ممكن تسخّني الفرن وتسخّنيها 5 دقايق كده وتطلّعيها بتقدّميها بألف هنا. حبايبي ودي كانت طريقتي، يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وسلام عليكم.